الصبيحة هذه كنتقاسموا فطورنا فطور صباح معكم ومع سي حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال. صباح الخير سي حميد. صباح النور، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا صباح سعيد لكل المتتبعين وللشعب المغربي. بالنسبة للمسار منذ الولادة اليوم، أولا حميد شباط ابن قبيلة البرانس اللي هي قبيلة وربة، وهي قبيلة أمازيغية ممتازة بطبيعة الحال، ولكن سنة ميلادي كانت تابعة لمدينة فاس، إقليم فاس، ومن بعد الاستقلال مباشرة كان إقليم تازة. إذا بادية كالبوادي المغربية، وخصوصا في الخمسينيات انعدام التواصل وخصوصا وسائل النقل، انعدام المؤسسات التعليمية، انعدام المؤسسات الصحية، ما كاينش لا تلفزيون، كان راديو واحد عند الأب رحمه الله، لأن داك الشيء هو اللي كان تيتبعوا به الأخبار، يسمى بالدوار أو القبيلة. إذا الأخ الأكبر كان عندي يتابع دراسته في مدينة فاس مع مجموعة صغيرة جدا محسوبة على جميل جدا هذا الأصابع. الانفتاح. إذا كان يدرس بمدينة فاس، مباشرة بعد الاستقلال تخرج معلم بإقليم شفشاون، إقليم شفشاون في الشمال، كان يدرس اللغة الفرنسية. إذا مباشرة من بعد وصولي سنة 7 سنوات، يعني سنة الدراسة، التحقت بالأخ الأكبر الشام، أنا ووالدتي، لأن آنذاك كان الرجل أو الإنسان المغربي خصوصا في البادية يتزوج 3 كان زواج عادي. زواج عادي، يعني من كل قبيلة يمكن أن يتزوج، ولا باش العائلة تكبر، وثانيا باش يكون عندهم حظوة داخل القبيلة. إذا هذا هو زمان هكذا كان. إذا أنا والوالدة وأختي الصغيرة التحقنا بالأخ، وبدأ المسار الدراسي حتى في منطقة سميتها بريسا. وإحنا كنتكلموا على الكولسة، وهنا كنوجه تحية لأخت فاطمة طارق، لأن وراء كل عقل امرأة. كيفاش لقيتي فاطمة؟ حبيتوا بعضكم؟ فاطمة شحال كان الصداق ديالكم؟ عملتوا عرس؟ الصداق ما عنده ثمن. انا نقول الصداق راه هو المحبه، هو بناء المستقبل، هذا هو الاساس. لقيتي فاطمه كيفاش اتفقتوا على الزواج؟ كيفاش كسرتي القاعده ديال الرجل المزواج اللي تكلمتي عليه في المدينه ديالكم او في الدوار ديالكم؟ وفاطمه هي اللي كنعرفها انا وكنعرفها هي ام الاولاد. تفضل. لا، بالنسبه لفاطمه هي من العائله، يعني بنت العم ديالي، لان هي فاطمه طارق من الموقع الانفصال الاب ديالها اختار انه يمشي الى جانب الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه انذاك، ساكن في فاس، وخذ واحد المسار، مما جعل انه الاب ديالي رحمه الله، اللي كان هو الاب ديال الاسره بكاملها، كان عنده واحد النوع ديال الغضب، مما جعل انه الاسم ديال شباط تغير باسم طارق، هذا اللي سميتها فاطمه طارق، ما هي من العائله. اذا فاطمه تعرفت عليها وهي طفله صغيره بطبيعه الحال، يعني اكبرها ب10 سنوات، يعني السن ديال 20 سنه راه هو 10 سنين، اذا 25 سنه هي 15 عام. اذا كانت عندي محاولات اولا للزواج قبل الزواج عندك تكون كتسحب فاطمه. لا، عارفه ما كتبش، عارفه كل شيء، ولكن في واحد المناسبه من المناسبات انه تم اللقاء وتم الزواج، لانه اولا كان طلبي وطلب الوالد رحمه الله. كان زواج عائلي من الدرجه الاولى، ولكن يعني عن قناعه، عن حب، عن عمل، لانه هي الطفله صغيره كانت تتحرك الى جانب الجمعيات والى جانب كان تحرك، واللي التلاقي الكبير وداخل الحزب، داخل النقابه، يعني كانت دائما مناضله، وهي كانت تلعب واحد الدور اساسي، لان كنا في واحد المراحل بعض يعني الشابات تشغلوهم في بعض المؤسسات، والهدف هو تشكيل مكتب نقابي ثم التحول الى المؤسسات الاخرى، يعني كمناضلات كانوا تقوموا بهذا الدور، لانه كان دور سامي بالنسبه للحركات النقابيه ايام سنوات الرصاص، وكان الصراع كبير ما بين الشغيل والمشغل. ولكن الان تطورت الامور واصبحنا تنامنوا انه الشغيل والمشغل هما وجهان لعمله واحده، هي الاستقرار، هي الاقتصاد، هي التنميه. هذا هو التطور اللي حصل في المغرب. عملتوا فرح، لميتوا الحباب، كيفاش كان الزواج؟ وبطبيعة الحال كان زواج عادي انذاك، عادي، لأن ما كنتش أؤمن كثيرا بذاك البهرجة والحفلات، خاطر هو زواج مناضلين عائلي، ولكن زواج نضالي، يعني زواج
في المرحله ديال الزواج كانت يعني الامور تطورت نوعا ما. كانت من بعد جات المسيره الخضراء. الزواج كان في 78 يعني. فين سكنتوا اسي حمد؟ 78 كان، وهي كانت بنت فاس جديد. بنت فاس جديد، لان الاب ديالها كان دخل في سن مبكرا لمدينه فاس. مشينا لحي المصلى قعدوز. تحيه الزنقه 208 تحيه لساكنه فاس والحي المصلى. من بعد انتقلنا لحي بن سوده. هو اللي بقى باقي الحي بن سوده هو اللي مازال فيه الى اليوم. نعرفوا ان الانسان اللي ما كانش عنده مخطط في حياته ما يمكنش يوصل. ولهذا احنا مباشره 78 79 الابن الاول. انا ذاك 25 سنه، يعني الابن الاول سنتين، الابن الثاني الثالث الرابع الخامس، يعني البنيته الاخر البنيت ريم. اذا ملي جات احداث ديال 14 دو جانفير 5 كانوا خمسه الاولاد، خمسه في عين الشيطان. اذا كانوا خمسه الوليدات جاهزين. الكبير فيهم عارف لانه تعتقل، هو اول من اعتقل وهو في سن 11 سنه انا ذاك الحال يوم 14 دو جانفير. اذا كان المخطط واضح انه الوليدات ثم يتزوجوا الوليدات وهما في سن مبكر باش يكونوا الاحفاد، باش نتفرغوا للعمل النضالي، للعمل السياسي، للعمل النقابي. وهذا عطانا واحد متسع من الوقت باش الانسان يمكن يشتغل من اجل يعني فرض بعض المسائل اللي كنا نطالبها، اللي هي رأسها العداله الاجتماعيه. هذا مهم بالنسبه للنقابيين. وهنا باش بدا المسلسل الحمد لله. اليوم الوليدات كلهم متزوجين، حفيضات اليوم الحمد لله تيعطيونا، ويعني 5 الوليدات و10 الحفيضات ما شاء الله.